زعلانه قوي من اسلام سامي. ابني انا؟ انت نيلت ايه يا زيف؟ والله ما انا الست بتشتكي منك اهي. وانت اي حد يشتكي مني ما تصدقيه؟ هتكذب عليا ليه؟ وانا مش كنت عندك جوه يا اما؟ لا انا عارفاك. انا عملت ايه حضرتك؟ عارفين اسلام سامي؟ ايوه ابني ماله؟ ولو طنط ام اسلام هيرضيها كده ماشي. لا يا حبيبتي ما يرضينيش، ولو ليكي حق هجيبهولك تالت ومتالت. امبارح حلمت ان انا ماشيه في الشارع ولقيت اسلام سامي ماشي في الشارع يبقى كده احنا معانا اتنين في الشارع، الشارع في الحلم يعني الطريق. وماسك صابونتين، صابونه في الايد اليمين وصابونه في الايد الشمال. رحت موقع على الصابونه ومزحلق الوليه، مش هتبطل يا ابني الحركات دي؟ والله ما انا ولا رميت صابونه ولا زحلقت الوليه. وماسك صابونتين ليه؟ ما كفايه واحده. اه والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فرحت قلت ايه ده؟ اسلام يا اسلام يا اسلام، ما ردش عليا. مش عيب لما تنده عليك ما تردش عليها؟ ما يمكن اكون ما سمعتهاش يا اما. بتتكبر ليه؟ المصحف ما اتكبرت. انا قايله لك الاولى حاضر نغم على طول. حاضر نعم حضرتك، انا اسف لان انا ما سمعتكيش في الحلم، بس انا شوفها عايزه ايه بقى؟ اتفضلي اموريني حضرتك. رحت جراه كده من ايده كده اهو وجايباه. جرب جايباه؟ هو عيل صغير يا اختي معاكي؟ ده متجوز ومخلف، هجيب لك حقك يا حبيبي. شفت بقى اما ان انا كنت مظلومه وما عملتش حاجه، انا اتهنت كتير يا ما اما. تزعلش ده، انا حقك عليا يا. كان ماشي معايا جوزي، قلت له الحق الحق اسلام اهو، لان هو بيحبه كمان. اسلام اهو اسلام اهو، تعالى يا اسلام. حاضر انا جيت اهو. اسلام انت بتيجي هنا؟ انا باجي هنا وهناك وفي كل مكان هتلاقوني. انت رحت لهم فين؟ قال لي باجي كل خميس استراليا. ايوه انا كل خميس بكون فين حضرتك؟ استراليا ايه؟ لا ما بقدرك كل خميس اقول لك تعالى معايا مشوار، تقول لي عندي شغل خليها الجمعه. وانا لو في استراليا رحت الخميس هرجع لك الجمعه؟ هي دي في الشارع اللي ورانا؟ ما تلاقيك بترجع في نفس اليوم، ما انت لاقيهم. الله، طب الله يخليك يا اسلام، عايزه من المنتجات بتاعتك. يعني حضرتك في استراليا وجايباني من مصر لهناك بصابونتين عشان في الاخر تقولي عايزه من المنظفات بتاعتك؟ كنت خدتهم معاك بدل الصابون كان زمان ربنا كرمك. وانا اعرف منين ياما ان انا رايح هناك؟ ما هي الست عايزه، اكيد صحابها عايزين. عارفين قال لي ايه؟ قولي لي قلت لك ايه؟ ولسه بشرح له. يا اسلام عايزه من البتاع اللي بيعمل ريحه حلوه، وعايزه منتج اللي بينظف القماش، وعايزه البلاط، المنتج اللي بينظف البلاط اللي بيرشه كده يخلي البلاط يبرق كده. ما انا كنت بشوف فيديوهات ونفسي فيها قوي والله العظيم. وراح قال لي ايه؟ لا معلش انا اسف مش هقدر اجيب لك. انا اسف مش هقدر اجيب لك؟ ازاي وانا ست تطلب منك حاجه ما تجيبلهاش؟ هما ما عملتليش قبل ما اسافر ياما، وانا اعرف منين ان هي عايزه منظفات في استراليا؟ طب اشحنهم لها دلوقتي وعلى حسابي. ما يا ريت ياما في شحن، والله كنت شحنتهم لها، بس اوعدها اول ما تيجي مصر اديها مجموعتين، مجموعه تخليها هنا واحده تسافر بيها. واللي انت مسافره بيها عشان ما تشرش منك هنفرق في التيشيرت قديم. هي مسافره بملوخيه ياما. ماشي يا اسلام. طب انت بتيجي ليه يا اسلام استراليا كل خميس؟ مش عارفه ليه كل خميس بيجي استراليا. وانت ليه مسافرك ولا كل خميس استراليا؟ ها شفت ربنا كسفك. طب قول لي عشان اجي معاك. تيجي معايا؟ والله العظيم ما اعرف ياما بيركبوا لها من انهي موقف حتى. قال لي عشان الكتاب بتاعي عنده كتاب. اسلام مين؟ اسلام ابني؟ ده ما كانش بيفتح الكتب في مصر، هيفتحها في استراليا. يمكن ام اسلام مش عارفه بقى، انا هوريها ان هو عنده كتاب دلوقتي باسمه. انا عندي كتاب باسمي؟ روح ربنا يكبر بخاطرك. اسمه ورا الكتاب ده؟ كتاب حياتي يا عين. وده كاتب فيه ايه؟ اوجاعي ياما. طب حتى كنت اديني صابونه من الصابون اللي في ايدك، صابونه في اليمين وصابونه في الشمال، ومستخسر فيا. هو حضرتك كنت عايز تطلع مني باي مصلحه وخلاص؟ طب انا الصابون بقى كنت جايبه لامي. ها يا حبيبي يا ابني خليك ليا، سافرت مخصوص عشان تجيب لي الصابون؟ شفتي بقى ياما؟ يعني سافرت من